حقق النادي الأهلي فوز ساحق وأول خلال رحلة دفاعه عن لقب الدوري الممتاز أمام فاركو بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الممتاز باستاد القاهرة الدولي. وفرض النادي الأهلي سيطرته على أحداث المباراة بعدد من المحاولات الهجومية المتقنة تمكن خلالها من صعق فاركو بثلاثة أهداف في البداية عن طريق محمد شريف صاحب هدف التقدم، وسجل أحمد السيد زيزو صاحب ثاني وثالث أهداف اللقاء. ثم جاء هدف فاركو عن طريق خطأ من مصطفى شوبير في التعامل مع إحدى هجمات الخصم، وفي الدقيقة 81 هز جراديشار شباك شيكا حارس فاركو برابع أهداف الأهلي. وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 4 ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد فاركو عند النقطة التي امتلكها عقب التعادل مع إنبي ليتراجع المركز التاسع عشر. ريبيرو يعلق على خطأ شوبير ويكشف سبب مشاركة ديانج وبن شرقي. أكد الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي بأن الفوز على فاركو برباعية مقابل هدف وحيد تم بطريقة مناسبة جدا. وقال ريبيرو خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي: فوز مهم وهنئ الفريق والجماهير على الفوز الأهم في انتصار أنه تم بطريقة مناسبة جدا، وكانت هناك سيطرة كاملة على نص ملعب الخصم، كنا متفوقين في الشوط الأول وسجلنا هدفين. وتابع: تحدثنا مع اللاعبين أن النتيجة دي مش مطمئنة، لما أحرزنا الهدف الثالث أداء اللاعبين هبط، وكان في نوع من التراخي من اللاعبين بعدها، وهذا ما لم نكن نريده. وبالسؤال عن خطأ مصطفى شوبير وهل ممكن أن يغير قناعاته بشأن حراسة المرمى، رد قائلا: في البداية المؤتمر يأتي عقب المباراة، لا أحب أن أعمل تقييم فردي للاعبين، وأعتبر نفسي محظوظ أني أملك 3 حراس جيدين، ولكن في النهاية مركز حراسة المرمى يحتاج للاعب واحد فقط. وبسؤاله عن هل تأثر بضغط الجماهير والإعلام لمشاركة بن شرقي وديانج، رد قائلا: هذا لم يحدث، دي قناعتي أن المباراة كانت بالنسبة لنا حافز كبير، سعيد جدا بالأداء الجماعي للفريق. وعن سبب التفوق الهجومي الكاسح للأهلي قال ريبيرو: هناك عدد من اللاعبين مستواهم عالي جدا ولديهم مواهب عالية تستطيع من خلال الضغط على المنافس، وكذلك هناك مدرب وخطة موضوعة واحنا ماشيين في الطريق السليم من أجل المنافسة. يبدو للجماهير أن الكرة سهلة حين تسجل هدف، ولكن هذا ليس صحيح.